ضل انفخي تالنار تعلى عالحطب، ضل انفخي صوتك صلاة عم تنكتب، وانت قصيدة بحالها، وانت كان السحر للناس لمكنتي، واسمك عليك صغير ساحرة القصب. ضيف العازفة اللبنانية ماجي أبي اللمع في استوديوهاتنا في باريس. ماجي تحياتي لك، أهلا وسهلا فيك بباريس بمونتي كارلو. ميرسي غابي. ماجي أبي اللمع عازفة على آلة الناي، درست في باريس الموسيقى عام 1992، أول عازفة لبنانية أدخلت آلة الفلوت دو بان إلى لبنان، أول من شرق هذه الآلة التي قدمت فيها مقطوعات موسيقية كما مثلت لبنان في العديد من الدول كالمكسيك وتونس ومصر والعديد من المهرجانات. أيضا اشتركت في موسيقى تصويرية في مسلسل سوري وصدر لها عدة ألبومات، منها صدى مغارة جايتا، ضمة حلم، سوفل دو نويل، وتوهج النور. وقدمت حتى الآن 5 كليبات تلفزيونية سنتحدث عنها بعد حين. ماجي أبي اللمع حائزة على جائزة الكبير سعيد عقل. ماجي أبي اللمع، أول شيء بدنا نقول لك أهلا وسهلا فيكي بباريس، هالمدينة اللي درستي فيها وعم ترجعي لها اليوم. ما فيني استغنى، على طول رايحة جاي. بتحبيها؟ شو بتعني لك باريس؟ بحسها فيها هيك شوية حنان، يعني أنا تعلمت هون يعني، ولقيت آلتي هون بباريس. هالآلة يلي اكتشفتيها ويلي شرقتيها ويلي أخذتيها للبنان ومثلتي لبنان فيها بالعالم، بالمكسيك، بتونس، بمصر إلى آخره، حسينا عن علاقتك فيها، عرفينا بهالآلة اللي مش كل الناس بيعرفوها. أول شيء هي آلة أسطورية، أنا حبيت الأسطورة قبل ما أنه حب الآلة من وين جاية وشو قصتها وهيك. حابة أخبرك شوي عن أسطورتها أكيد. بس بدنا نحكي شوية حب يعني فيها. يلا حاضرين. الأسطورة أول شيء أنا لما تعلمت الفلوت دو بون كنت أدرس أول شيء جيتار وفلوت أباك بجامعة روح القدس بلبنان بالكاستيك. هداني شخص كاسات صغيرة فيها معزوفة، هيدي بس سمعتها حسيت بحالي ما بعرف وين صرت. طرت رحت كنسمة هيك، صرت فتش عليها بلبنان ما كنت لاقيها. قعدت صلي وأطلب إنه تتحقق هالأمنية. مرقت السنين، سنة 92 جيت رحلة هيك على فرنسا. طبعا صرت أبرم وأنا بعدني عم فتش، شوف من أي سنة عم فتش على الآلة على الآلة وعلى هالصوت، ما كنت أعرف كيف شكلها، ما كنت أعرف كيف شكلها يعني. نعم. وصلت لفيترين باب موسيقى، يعني حاطين آلات موسيقية، آلة هيك حسيت بشي علاقة بيني وبينها، ما فيكم تصدقوا شو حسيت. فت دغري لجوا، قلت له هاي بدي اياها، شو اسمها؟ قال لي اسمها فلوت دو بون ومكتوب اسم الاستاذ باتريك كرسالي. قمت دغري اتصلت فيه وقلت له انا بدي اتعلم هيدي الآلة. عرفت انه هي ولا بعد؟ لا ما عرفت، انا حسيت قصب وهيك هي بتجي 25 قصبة حد بعدها. اتصلت باستاذ باتريك كرسالي وقال لي تعال عندي على البيت. جيت لعنده قال لي قد ايه بقيهم؟ قلت له فاضل لي 7 ايام. قال لي شو فيني اعلمك ب7 ايام؟ قلت له ما بعرف بدي اتعلم. جربت. أول شغلة صارت إنه طلعت النفخة معي، انبسط الأستاذ، صار يسجل لي إياهم على كاسيتات ويبعت لي إياهم على لبنان. قال لي بتاخدي هيدولي على 6 أشهر وبترجعي بترجعيني. صرت أنا أسجل وبعت له إياهم على طريق المطار وهيك ومدري شو، كانت وقتها صعبة شوي. إجا قال لي بتيجي دغري لهون على باريس ورح تشتركي معنا. كان وقتها في كتير تلاميذ من تونس، من البلد العربية، من فرنسا، من كل البلاد تقريبا اللي كانوا سابقيني بشي 2-3. بعدين كان فرحتي طبعا كتير كبيرة انه انا قدرت اوصل بظرف يعني شهر شهرين لهالمرحلة. هيك بلشت القصة، وعرفت انه هاي الموسيقى اللي سمعتيها وحبيتيها. هاي الموسيقى اللي سمعتها وحبيتها. خليني خبرك شوي عن اسطورتها، ليش حبيتها اكثر وليش تعلقت فيها اكثر. شو بتتسمى بالعربي الناي؟ هي اسمها نايات بان. بان هو اله عند الاغريق مثل ما اسمها فلوت دو بان. الاله بان حب حورية اسمها سيرانكس. هو الإله بان كان كتير إنه بيقولوا عنه كتير بشع. بعد سيرانكس كانت حلوة كتير، بقى صار يلحقها من محل لمحل، وهي بنفس الوقت حبته بس كانت تهرب منه على بشاعته. بس هون تنعرف إنه مش البشاعة هي بالشكل. بقى صارت تركض وتطلع وراها وخايفة منه، يعني هو راكد وراها. بتعرفي إله راكد ورا آلهة بيحبها.
توصل للنهر بصير تطلب من الآلهة هوديك يحولوها للشي، بيقوموا بيحولوها للقصب. بيقوم هو راكد ومش شايف قدامه شي إلا ما بيلقطها بين إيديه، وساعتها عم بيبكي لأن هي تحولت للقصب. قال ساعتها أنت رح تبقي بين إيدي الأبد الأبدين. صار يبكي الإله بون، ينزلوا دموعه بقلب القصابات، صار يطلع مثل عنين، وساعتها أخدها وصار يحملها على الجبال ويعزف فيها. مشان هيك اسمها سيرينكس لا فلوت دو بون. حلوة القصة، قصة تعلقت فيها كمان أكتر. بدنا نسمع أوكي. منك أول أغنية، أول موسيقى. في نحن والقمر جيران لفيروز. مين عم بيعزف فيها؟ أنا وفرقة موسيقية. سهرات باريسية. وضيفة مونتي كارلو الدولية عازفة آلة الناي دو بون ماجي أبي اللمع. ماجي أبي اللمع هي أول عازفة لبنانية لهذه الآلة التي شرقتها وأدخلتها إلى لبنان ومثلت لبنان فيها في المكسيك وتونس ومصر ومهرجانات عديدة، وهي حائزة على جائزة سعيد عقل. ماجي عندك 5 ألبومات تقريبا و5 كليبات. حدثيني عن الألبومات ومن ثم سننتقل إلى الكليبات، خاصة نعرف أنه الكليب يعني ثمنه باهظ جدا. حدثيني عن هالمسار بين الكليبات وبين الألبومات. أول فكرة أنه تعامل CD هي كانت فكرة أنه
فوت انه هالآلة يصيروا يحبوها الناس بلبنان، ما بيعرفوها، بدي اعزف فيها اشياء غربية. قلت يا ماجي احسن شي تعزفي اغاني لبنانية مثل فيروز وصباح الله يرحمها سلوى القطريب، انه تيتعرفوا عليها اكتر. وطبعا اشياء فيها لاكيد الفنان حسين صادق، وبنفس الوقت حطيت كلمات يعني انه يصير الشعر والغنية بنفس الوقت، هيك بتتقرب اكتر من الشباب اللبنانية بدنا نقول اللي تعودوا هلأني على الاغاني الصاخبة. كانت الفكرة ضمت حلم. هيدا كان أول سيدي، وتاني سيدي كان إيكو دي لا غود جعيتا، أصداء مغارة جعيتا، اللي هي كانت تكريم لسفير ألمانيا في لبنان في قلب مغارة جعيتا. وانعمل هيدا السيدي وكان طبعا الأجانب بيحبوا الربع الصوت. كانت فكرة من دكتور كمال مرقص وعماد مرقص إنه نعمل ربع الصوت، وهني طبعا ساعدوني على الشرقي كيف ممكن نحن ندوزن آلة الفلوت بون الآلة الغربية إلى ربع الصوت. وصارت وقتها الحفلة قدام السفير ألمانيا بمغارة جعيتا. حلو، سعيدة أنت بهالدور إنك شرقتي هالآلة. هل الفرنسيين الفنانين اللي عم تتعاملي معهم قادرين لك هالموقع هيدا؟ بصراحة نعم، يعني بس أعزف يعني هي كآلة حلوة كتير تعزف فيها بجو معين، يعني طبعا مش بمطعم ولا بمسرح، حتى بمسرح بدك تعملي لها جو. بس أكتر شيء يعني إن وجدت حالي فيها هي يا على صخرة بنص البحر يا بقلب المغارة. يعني هيدا مكان اللي أنا برتاح فيه، ويمكن الناس بتشوفني فيه أكتر. أي صخرة بدك تاخدينا بقلب البحر؟ نحن مستعدين، خدينا خبرينا. يعني قبل وعملتها بصخرة بنص البحر، هي ب100 جبال، يعني إجوا الناس بالشخاطير على الصخرة بتساع شي 200 شخص، وضويناها كلها هيك، وكان القمر سهران وكان في شعر وموسيقى. بتحبي هالأجواء؟ حياتي. لمين الشعر كان؟ كان في لنزار إباني، كان في مين كان عم يلقي القصايد؟ الأستاذ جهاد الأندري، وكان نعم. في الأستاذ جوزيف بوخليل، وكان في هنري صغيب والأستاذ هنري صغيب، وكان في عدد من الناس المعروفين. يعني جايبه هيك لوك جديد، جو جديد على لبنان. مش بس بيقدروا بلبنان، مثلتي لبنان بالمكسيك، بمصر، بتونس، حتسيني على الجمهور أيضا خارج الحدود. يعني كيف بيتقبل هالآلة؟ بالمكسيك حقيقة حسيت حالي كأني بلبنان. أول شيء بيحبوا الآلة لأنه بيعرفوها طبعا هونيك، بس حبوا فيها كمان الربع الصوت مثل هلا الليا وطلعت يا محلى نورها. هولي طبعا مع العود ومع القانون كان لها جو كتير مميز فيها. وبكتر كمان وكل عدد بلدان، يعني كتر خير الله. بتحبي بس تكوني على المسرح لوحدك ماسكة الآلة بتمك كأنك عم بتقولي شعر، كأنك عم بتغني، ولا بتحبي بس تكوني مع فرقة وين بترتاحي أكتر؟ أنا بشعر إنه بترتاحي لوحدك أكتر. يعني هلأ قبل ما جيت مثلا أنا بيتي على البحر، إنه كانت الدنيا عاصفة كتير. إذا بقلك كنت واقفة تحت الشتاء وقاعدة عم بعزف قديش كان في ناس، اللي هلا رح نسمع رقم 11. يعني حسيت بحالي إنه ما بعرف إنه أنا واقفة. يلا بنسمع سوا دودو، تفضل. قديش كان في ناس عالمفرق تنطر ناس، بتشد البني بيحملوا شمسية، وأنا أيام الصحوة ما حدا نطرني.
سهرات باريسية. والفنانة عازفة آلة الفلوت دو بون ماجي أبي لمع ضيفة مونتي كارلو الدولية في سهرات الباريزية لأول مرة. ماجي أبي لمع أول مرة بنستضيفك بالسهرات وبنتعرف على الشخصية الخارجة عن المألوف. قلتي لي إنه بتحبي تعزفي وتمشي بالبحر وأنت عم تعزفي، أصلا في عندك كليب أنت وعم تعزفي بقلب المي. حتسيني عن كليباتك، حتسيني عن هالصور الخارجة عن المألوف. أنا لما أول شيء يعني بلشت إنه نعرف بلبنان، هي كانت طبعا بقلب مغارة جعيطة، المغارة الرائعة بلبنان. بقى المستثمر مغارة جعيطة قال حب يعمل مثل دعاية للمغارة وبنفس الوقت يكون فيها موسيقى، فكان الأربع كليبات هن بقلب المغارة وبنفس الوقت كانوا نوع للموسيقى لاسمي أنا ولموسيقتي الناعمة. بقى هيك كانت الكليبات للمغارة، مغارة جعيطة، ولقلي بنفس الوقت. بالنسبة لجائزة سعيد عائل، امتى حصلت عليها وليش ماجي قبل لمع؟ كانت الست مي منصور عاملة مثل مقابلة مع الأستاذ سعيد عائل بقلب المغارة، وكنت أنا بقلب المغارة عم بعزف، شافني وقتها وقال حس بشي، يعني ما بحب أحكي عن حالي بس لا خبرينا، حس إنه شي غريب شوي، وقال لي بتجي بكرة تعطيكي جايزتي. وأنا كنت بعدني بلش جديد وبعدني بستحي لحديت هلا. اعتبرتيها تشجيع من سعيد عائل الكبير؟ طبعا مش بس تشجيع، كان حلمي شوف سعيد عائل مش أيوة. اخذ جايزته. صارت انه اخذ جايزته، يعني هيدا القدر. على كل حال انا عندي هون على السيدي روميو لحود كاتب هالنغم يلي ماجي قبل لمع قدرت تخلقوا منها الآلة، ودانا بسفرة عدراج القمر، بيحمل توقيع روميو لحود. كذلك الياسر الرحباني بيقول لا فلوت دو ماجي سي لا فلوت دامور اي دو بويزي. حتسيني عن هالشخصيتين الكبيرتين بعالم الفن، كيف تعرفتي عليهم؟ يعني أنا بس كنت أجي أعمل أي قطعة موسيقية كنت أكيد لازم أخذ رأي اللي هو مؤلفها. بقى رحت عن الأستاذ روميو لحود وسمعته عزفي دغري، يعني عن جد يعني بوجه له تحية، إنه دغري كتب لي حتى نوت هو والأستاذ حسين صادق والأستاذ الياسر الرحباني. بقى كانوا كتير هيك مبسوطين إنه الآلة حلوة وفيها روح هيك بيسموها هيك روحانية. بقى أنا كان فخر كبير لإلي كمان إنه أتعرف على الأشخاص المهمين. كل شي عم يخلص، ضجر والأيام، طريق عم تخلص ونحن عالطريق، رح تخلص المسافة والطريق. خدني حبيبي عجل خدني، الدنيا عم تغيب، دخيلك خدني ما تضيعني بالليل الغريب.
سهرات باريسية. والفنانة عازفة آلة الفلوت دو بون ماجي أبي لمع ضيفة مونتي كارلو الدولية في سهرات الباريزية لأول مرة. سؤال أخير ماجي أبي لمع، باريس هالمرة شو سبب الزيارة وشو مشاريعك المستقبلية؟ أنا بصراحة جاي لهون على باريس لعدة أهداف. أول شغلة حابة يعني أنا حكيت مع هون ناس بدهم يعملوا شيء للسلام، يصير بدل ما يضل في حروبات بالعالم وما بعرف شو كذا، اللي بدهم يعملوا للرسم وللموسيقى. رح تكون عم يرسموا جامع وكنيسة، وبنفس الوقت رح أكون أنا عم بلعب بالموسيقى، بس هلأ بعد ما قدرنا يعني أحكي بأساميهم. بس أكيد هني رح يجوا يحكوا بهالموضوع لأنا ما بيحق لي أحكي باسمهم. طبعا هيدا أول هدف لإلي، وأنا لأن ليلي قلت حب ما فيني غير ما أجي أعزف الحب والسلام، وأنا عم بهرب من الحرب وهيك، ويا ريت فيني وصل الحب والسلام على كل بلد مش بس باريس، حتى لبنان. أنا كتير بحييكي، كتير سعيدة فيكي، أنت فعلا خارجة عن المألوف. نسيتينا كل شيء اليوم، كنا كتير سعداء معك أنا ودودو. ميرسي بوكو. تحية لك كابي ولمونتي كارلو. مبسوطة أنه معنا أول مرة بتجي على مونتي كتير، وحبي سمعك هلأ معنا حياتي. يلا دودو، تفضل دودو. أهاجر مني وأعلن نذري إليك أنا، فلا مد بعد لعيني سواك، ولا وقع بعد لسمع سواك، ولا طعم بعد لعمري سواك، وما لحياتي بدونك معنى، وحدك معنى.